السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الأسد بتاريخ 19 أكتوبر. يلا بينا كده يا أسود نشوف طاقتكم ونشوف الطار عايز يقول لكم إيه. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نقاش مع مين؟ عايز تفتح كلام مع حد، جواك كلام عايز تقوله لحد، وتبص لحد وبتقول له انا مش صريح. انت يا اسد فيك حاجات او جواك كلام عايز تعبر بيه لحد، او انت عايز تطلع كلام متراكم جواك لحد. حاجه هنا على فكره انت واخد فيها القرار بالبوح. انت قررت ان انت ما تسكتش على حاجه مش عاجباك. في طاقه هنا بتقولي ان انت ممكن يكون ده قرارات مع نفسك على فكره، ان انت تكون واضح الفتره اللي جايه وما تطبطبش تاني على حد في معامله. ممكن انت شفت ان محدش بيستعنى بيك او بيديلك تقديرك، فانت قررت ان انت تكون واضح حتى لو وضوحك ده هتخسر الناس اللي قدامك، او هتواجه اللي قدامك بحقيقته، او هتبطل مجاملات. هو الاسد اصلا بطبيعته صريح، بس بيحافظ على مشاعر الناس وبيكون يعني هو مش بيجامل، هو ما بيحبش يوجع اللي قدامه. بس لو اللي قدامه عدى حدوده كفيل يمحيه اصلا. يعني هو الاسد بيحب يكون لبق في الكلام ومحترم مع الاشخاص، وبيحب ان هو دايما يكون متحفظ في الالفاظ بتاعته والكلام من ده. لكن لو لقى اللي قدامه ما ينفعش يمشي معاه بالدور ده بيغير خالص الستايل بتاعه. بيبقى يعني عنده استعداد قوي يوصل لعقلية اللي قدامه، وبعد كده يرجع تاني يقعد في المكانة بتاعته ولا يهمه. طيب ايه هنا؟ انت اولا طاقتك بادئه بعصبيه وجواك كلام كده. انا شايفاك بتقولي في الورق انا معصب، انا متضايق، انا مليت، الاوضاع حواليا مستفزياني. تعالى يا اسد، عيب والله. لسه حاسس ان في احداث بتعيد نفسها معاك تاني، او حاجات انت قلت لحد ما تعملهاش بيعملها، او تكرار مواقف رخمه، او احداث عماله بتعيد نفسها تاني معاك. ممكن بره خالص علاقتك بالشريك، ممكن حاجات في حياتك اليوميه بتضايقك من اشخاص معينه، ممكن اهل، اخوات، اصدقاء، حد من الجيران بتاع. فانت شايف ان في حاجه بتعيد نفسها تاني، فانت متضايق. انا شايفاك النهارده طالع لي بطاقه في عصبيه معاك يا اسد. تعال نشوف في ايه. بخاف من عصبيه الاسد يا جماعه. الاسد لما بيغضب بيعمل حاجات مش حلوه. على فكره الاسد يعني عصبيته بتكون ناتجه الافعال اللي حواليه. يعني هو مش من طبعه ان هو بيكون عصبي، هو بيعدي قوي، بيجي على نفسه جدا، حمول جدا 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 الاسد. لما بيوصل للمرحله دي بتبقى بسبب تراكمات، ومش من حاجه واحده، من حاجات. تعال نكمل. الاسد هنا معلش بقى، الشمعة اللي عامله لنا وش دي مش عارفه فيها ايه الشمعة حتى معصبه، مش عارفه مالها. شايفه هنا الاسد يعني متقوقع كده وقاعد مع نفسك يا اسد. هو من النادر الاسد يكون منعزل. الاسد شخص بيحب الحركه، بيحب السفر، بيحب الخروجات، بس انت الفتره دي مش بتعمل كده. انت جواك كلام كتير محتاج تتكلم فيه مع حد، وهو ده اللي باين لي معاك في الاول. مش هترتاح الا لما تعمل كده. حد عمل معاك تصرف ما انتش لاقي له يعني قدامك كده تحليلات. ممكن يكون في حد بعت فجأة، وممكن يكون حد وعدك بحاجة وموفاش، وممكن في حد كان معيشك في ايام الفترة اللي فاتت واكتشفت انه كذاب. ممكن ده الشريك على فكرة. في هنا ممكن ده اللي معصبك. يمكن هو اوف اون معاك يا اسد، او بيختفي ويظهر على مزاجه، او الشخص ده وهو معاك بيحسسك ان انت الدنيا كلها، وبعد كده يحسسك ان انت مش حاجة. في حاجة من دي موجودة.
الاسد قدامي هنا عايز يوقف حاجه، او عايز يوقف علاقه، او انت وقفتها بالفعل. محتار لسه، مشاعرك مش جايباك، قلبك بيقول لك يلا نبعد، عقلك بيقول لك قلبك بيقول لك مش هنستغنى، عقلك بيقول لك لا يلا خلاص كده وقته خلص معانا. وضعك المادي شغلك برضو هنا، تشتغل كتير او عايز تشتغل كتير، او عايز تغير وقتك، او تشتغل الفترة دي كتير. في حاجة هنا في الوضع المادي شغلاك، عايز مال، او انت يمكن وضعك المادي الفترة دي ملخبط، او يمكن انت خايف على وضعك المادي من ان شغلك ممكن يكون شغلك مش مستقر الفترة الاخيرة، او انت ممكن يكون عندك التزامات كتير فرضة نفسها عليك، فانت قلقان من ان مثلا مبلغ مادي معاك معين ما يكفيش حاجة معينة، فانت في حاجة شغلاك في المال هنا. فتعال نشوف ايه القصة اللي جاية كده معاك يا اسد، لان انا شايفة الاسد النهارده دماغه مسحومة كده، في كذا حاجة شاغلة بالك، مش عارف انت يا اسد بتقول انا عايز اهدى، والهدوء ده انت بتقول لنفسك اهدي، مش عارف. طب تعال نكمل. اولا انا شايفه هنا امور جايه لك بتحقيق حاجه بتسعى فيها، يعني انت شايفاك ممكن الفتره دي مقبل على شغل جديد، او عايز تفتح لنفسك مجال جديد في حاجه جديده، او انت ممكن تكون مقدم على شغل جديد، فانت حامل هم ان انت ممكن مثلا تترفض حاجه كده. لا، انت في عندك هنا مجال مفتوح الفتره اللي جايه، وشايفه ان انت عندك ساحه مفتوحه من القبول. يعني انت ممكن الفتره اللي جايه هتقدم في حاجه هتتقبل، مثلا نجاح دراسي، هتسافر مثلا، او بتحاول ان انت ت ت ت تعمل مثلا خروج من البلد اللي انت فيها، فانت هتخرج بالفعل وهتسافر حاجه كده. في عندك فتح لابواب مغلقه، او حاجات انت حاولت فيها سابق وما حصلش معاك نصيب، فانا شايفاك هتعدي الحواجز دي. طيب في حاجة بتفكر فيها وضعك في الوضع المادي. الأسد هنا ممكن يكون عايز يوصل لمبلغ معين يعينه، أو أنت عاين مبلغ يا أسد وخايف عليه مثلا من المصاريف الكتير مثلا اللي حواليك دي، اللي أنت تهدر فيه وتصرفه. يا إما أنت يا أسد محتفظ بشوية مال كده على جنب مثلا، ومش عايز حد يعرف بيهم حاجة، فأنت هتضطر إن أنت تاخد منهم في حاجة كده. في حاجة عندك خايف على الوضع المادي في حاجه، او انت ممكن تكون محتفظ بالوضع المادي بتاعك سر، مثلا مش عايز حد يعرف عنه حاجه، فانت هتضطر الفتره اللي جايه مثلا من كتر المسؤوليات ان انت تاخد من المبلغ ده حاجه، ما اعرفش ايه بالظبط، بس في حاجه كده. او انت خايف ان انت الفتره اللي جايه تصرف، او انت صرفت كتير فانت خايف لو وضعك المادي مثلا ينهز، او انت تخش في موقف صعب، حاجه من القبيل ده معاك هنا. هل انت هتطلع من الدايره دي؟ جدا، هنا شايفاك تتخطى الحته دي، وانت لما بتعرف تتحكم في وضعك المادي بتتحكم يا اسد. بس انت شويه يعني انت شخص ما بتحبش تفكر في بكره كتير، يعني انت دايما بتقول ايه، انا حريص وبحب اعمل حسابي في كل حاجه، بس انا يعني انا عارف ان بكره جاي برزقه، بس انت دايما خايف، دايما بتكون عايز تأمن وضعك المادي. الحته دي بالنسبه لك لان انت شخص لا بتسأل حد في حاجه ولا بتحب تطلب من حد حاجه، فانت دايما بتبقى عايز تأمن نفسك من الحته دي. فانا شايفاك هنا هتوصل للحته اللي انت عايزها، وهتوصل فعلا للوضع المادي اللي انت عايزه. انت قررت خلاص، انت قررت، فبأمر رب العالمين هتوصل لده يا اسد. طيب هنا شايفه ان انت قلبك بحاسس بحاجه، وخايف ان انت تكون في حاجه قلبك بيقولك عليها بخصوص الشخص اللي في بالك. شاكك في حاجه انت اسد، انت شاكك بحاجه، او حاسس ان التغيير بتاعه او اختفائه او ان هو مثلا مش موجود معاك الفتره. انا شايفه طاقات ناس متباعده عن بعضها، او اوف واون، يا اما هو الفتره دي انت حاسه غريب يا اسد. انت بتقول في شكوك في حاجه مغيره الشخص ده. طيب في طاقه تقيله معاك هنا، انت حاسس ان في عين في حياتك، ممكن يكون تعب جسدي فانت عندك شفاء بأمر رب العالمين. ممكن يكون انت الفترة دي في اعراض معاك، ألم في بطنك، صداع، ألم عظام، ألم في اسفل ظهرك، حاجة كده. في طاقة تقيلة معاك من حسد، او طاقة تقيلة ممكن تكون انت مكتسبها.
من اشخاص حواليك للاسف. احنا هنقول دايما الطاقات السلبيه دي ما بتجيش الا من اشخاص تعرفنا ونعرفهم، ما بتجيلناش من الغريب للاسف يعني. وده اكتر حاجه يمكن انت ما بتعرفش تطلع من الطاقه دي، لان هي دايما مصاحباك وحواليك، ف من حين للتاني بتلاقيها معاك. فانت عندك شفاء بامر رب العالمين. اما انت بقى الفتره اللي جايه انا شايفاك هتبقى الكينج، هتوصل لكل حاجه انت عايزها. وشايفاك كمان الشخص اللي معاك في حياتك ده انت عايز توصل له فكره هتندم، وبالفعل انت هنا هتندمه، انت هنا هتوصل للحته دي. وشايفاك هو لو رجعت هتحط له حدود بالفعل، لان انا شايفاه كده ايه يعني عمل اللي مزاجه او عمل اللي في مزاجه الفتره اللي فاتت، فانت بتقول له بقى اللي جاي بتاعنا او اللي جاي بمزاج انا مش بمزاجك انت. ففرحت، انبسطت، اختفيت، عملت كل اللي كان نفسك فيه. طب لما تيجي تستقبل مني انا بقى ما تبقاش تقول هو بيعمل كده ليه. انا شايفاك هنا كده، لكن انت بتحبه يا اسد، بتحبه وعايزه يرجع. بس انا شايفاك هنا انت عايز تقول له يعني ايه، اظبط كده معاملتك معايا، عشان انا ما ينفعش حد يعمل لي بالند. الاسد بيقول لي ما ينفعش حد يا جوجو يقف قصادي كده. انا بحب الشخص اللي قدامي اللي يتعامل بطبيعته، لان انا كمان بتعامل بطبيعتي، بس بتكبر على اللي بلاقيه بيتكبر عليا. الاسد شخصيه على فكره متواضعه جدا، دايما يقولوا الاسد متكبر بس لما بيكون في وضع بيحس ان اللي قدامه بيتكبر فبيتكبر عليه. اما بطبيعه الاسد شخصيه واضحه جدا، بتحب الحب جدا، لو حبت بتحب. ورجل الاسد لو حب ما بيشوفش غير الانثى اللي معاه. لو حب، انا بقول لو حب، اما لو ما حبش الناس كلها متاحه بالنسبه له. طيب انت بتبص للخلف هنا. بالنسبه بقى عشان ما ننساش حاجه، انثى الاسد مستحيل تخش في علاقه وهي حد في دماغها، مستحيل تحب او تكرر علاقتين مع بعض، مستحيل، صعب صعب. انثى الاسد قلبها ما يحتويش الا شخص واحد بس. في هنا حاجة انت بتبص عليها للخلف كده وبتقول مش هكررها تاني. في حاجة هنا انت بتكرر حاجة انت عملتها وندمان انت عملتها. ممكن بقى تعاطف زيادة، عطاء زيادة، وفرة، لان الاسد يا جماعة لما بيحب عطاء بطريقة اوفر. الاسد يضحي بكل ما يملك للشخص اللي معاه. لما بيحب بوفاء، بيحب بنقاء، بيحب بعطاء، ما بيوقفش. ممكن انت بقى لما بتبقى كده يا اسد اللي قدامك ممكن شويه بيستهان بيك، او بيحس ان انت بقيت حق مكتسب بالنسبه له. فانت ليك حد ادنى في العطايا. لما بتحس ان اللي قدامك بيستغل بقى حتى لو مشاعر، بتوقف كل ده وبتبقى عكس ما هو شافك خالص. طيب ايه هنا معاك الفتره اللي جايه يا اسد؟ وايه الشخص ده انت فيه؟ اولا كده انا شايفه فيه بدايات. الاسد هنا ممكن يكون في اشخاص بتحاول تفرض نفسها عليه الفتره دي، او في ناس عايزه تبتدي مع الاسد او بتلمح للاسد بدايه جديده. الاسد كده قاعد ثابت ومش بيدي اي تعبير باي حاجه. انت يا اسد قدامي في الطاقه الماضي حرفيا، او الشخص اللي في بالك هنقول بقى هو مش ماضي، لان انا شايفه هنا ممكن تكون علاقه لسه موجوده، بس انتوا ممكن تكونوا على خلاف، تمام؟ او الشخص اللي في بالك بيروح ويجي. عشان كده مش عارفه ليه شايفه للبعض مش بعض. العلاقه فيها شويه مزاجيه، والشخص ده شويه مزاجنج كده متقلب، وفي ناس قطعت علاقتها بالفعل وفي ناس متباعده هنا. بس يعني انا حاسه ان في اشخاص، في حد بيفكر فيك يا اسد، في حد عايز يقبل عليك ويقول لك انا موجود، حاسس بافتقادك وان انت مكانك فاضي يا اسد. في حد بيقول لي هنا كده انا حاسس ان الاسد وحشني، انا حاسس ان الاسد حرفيا انا مش لاقي له بديل. ندمان على اللي عمله معاك، لان انا شايفاك يا اسد طلعت كده من المود، او هتطلع من المود اللي انت فيه الفتره اللي جايه بطاقه انا لازم اخلي اي حد قدم لي حاجه يعرف ان اللي هو عمله ده ليه رد فعل معايا، تمام؟ طيب
الاسد هنا معاه بدايات جديده، ممكن الشخص اللي في بالك ده يرجع بطاقه جديده وهيرجع بالفعل، لان هنا الشمس بتقول لي والستار الاثنين بيقولوا لي جديد 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 معاك يا اسد الفتره القادمه. الشخص اللي في الماضي ممكن يرجع ويكون معاه بدايات جديده ليك، او في بدايات جديده مع اشخاص تانية خالص. بالنسبه للطاقه بتاعتك يا اسد، هنا في هنا علاقات في مدار السريه شويه، يعني ممكن هنا دي ممكن تكون علاقه ثالثه او طرف ثالث، او انت داخل في علاقة حد معاه يكون متجوز يا أسد، يا العكس. لأن أنا شايفة شوية قراءة فيها طاقة كده من السرية، أو أنا شايفة في ناس محتفظة بالأشخاص اللي في حياتها دي في مدار السرية. وفي ناس هنا ممكن تكون تبعدت عن الشريك بسبب إن هي كانت طالبة جواز أو خطوبة، وممكن الشخص المقابل مثلا تلاعب بعد الطلب ده. ممكن حد ممكن من الاسد طلب مثلا ارتباط، والشخص اتغير بعد ما الطلب ده انطلب، او ممكن يكون الاسد طلب توضيح في حاجه، فالشخص ده لما الاسد طلب حاجه اتبدل احواله. في مواجهه ما تمتش هنا، وفي حاجه الاسد شايفها غامضه بالنسبه له وطالب فيها توضيح، لازم توضيح. الاسد مش هيرجع لوضعه الطبيعي تاني في العلاقه الا لما ياخد حقه. ده نقطة، أول نقطة هنا. وتاني حاجة توضيح لأمر كان الأسد شايفه إن هو بالنسبة له فيه غموض وتعب الأسد تفكير، فالأسد لازم يتوضح له حاجة علشان يرجع للوضع. بس الأسد لما بيشك في اللي قدامه ما بيرجعش تاني. للعلم، الأسد لو دخل في قلبه الشك اتجاه الشخص المقابل مستحيل يرجع للثقة اللي كان بيها أو بيتعامل بيها مع الشخص ده مرة تانية. ليه؟ لأن الأسد بيتقال عليه، او بيتقال عليك يا اسد ان انت اللي غامض وان انت اللي بتعمل حاجات مثيرة. بالعكس، هما بيقلبوا الترابيزة عليك. وانا شايفة ان هنا في ممكن الاشخاص اللي في حياتك عملت كده. مش عارفة ليه شايفة ابراج ترابية معايا قوي بشدة، ابراج مائية، ومعايا ابراج نارية زيك يا اسد. حرفيا كده علاقتك كتير افقا، اقدر اقول كده. في وفي دايما حاجات بتحصل مش على البال، يعني زي ما يكون القدر في بعض الاحيان بيخلي العلاقه دي ما بتبقاش واخده المسار بتاعها الطبيعي. خلاف منك، خلاف منه، حاجه تيجي تبعدك، حاجه تيجي تبعده، حاجه كده معرفش. بس انتوا مش واخد راحتك يا اسد في العلاقه اللي انت فيها، وحاسس طول الوقت بتوتر، وحاسس ان الشخص ده كمان مش بيهدي الدنيا، لا بيساعدك على التوتر. فانا شايفه فين علاقات يعني متباعده عن بعضها او افقا. طيب هل العلاقه دي هترجع تاني يا جوجو؟ الشخص ده عايزني مره تانية؟ في ده تاكيد ان الشخص عايز معاك بدايه جديده. لكن انا شايفه مودك يا اسد مش تمام، مضغوط جدا جدا جدا، وعندك طاقه انتظار لامضاء عقود. هنا في هنا عندك حاجه تخص امضاء عقود، او انا شايفاك في اوراق هتخلصها الفتره القادمه، فانت قاعد منتظر حاجه. بس انت الانتظارات الكتير اللي في حياتك دي مغبقه الدنيا عليك شويه، ويمكن ده اللي مخليني هنا شفت اول حاجه انت في حاجات مش عاجباك. طيب تعالوا هنا بقى نشوف طاقه الشخص اللي في بالك، نسحب كام رساله كده من عقله، شوف عايز يقول لك يا اسد. يلا بينا، يلا بينا، بسم الله. الاسد قدامي مش مرتاح، انت مش مرتاح حرفيا. طاقتك النهارده انا حاسه فيها تقل. الكذب كان عليا اسهل من انا كل الحقيقه. في حاجه كان بيكذب عليك فيها وهو هنا بيعترف. خايف تكون كملت مع غيري، بيقلب عليك ترابيزه محترمه. كنت دايما لابس قناع ولكن كان يخوفني، بقول لك انا كنت دايما لابس قناع وبيكذب، فيمكن ده قلبتك عليه يا اسد بسبب كده. انت ما بتحبش الاشخاص المتصنعه. وخدوا بالكم الشخص ده ممكن يكون بيكذب كتير، والاسد قافش كذبه كتير. فهنا خليكم بالكم، لان الاسد عنده حساسات رهيبه، حساس وبيفهم اللي ما بين السطور، صعب ينضحك عليه. انت بتستاهل اكتر بكتير من اللي اقدر اقدمه لك. بقول لك انت تستاهل حاجه احسن من اللي انا اديتها لك، او هو شاف نفسه دلوقتي انه اللي قدمه لك شوالك. صعب جدا اقول لك مشاعر الحقيقيه. ليه بقى صعب؟ ليه يقول لك مشاعره الحقيقيه؟ لان هو شخص لابس لك قناع هنا،
ما كانش طبيعي معاك في 3/4 اوقاته معاك. مش عارف اخرجك من دماغي. الاسد شكله عمل بلوك للشخص ده على فكره. يا اما الشخص ده بعد ودلوقتي مش عارف يرجع ازاي، حاجه كده. يا اما هو حس ان الاسد عمل له بلوك داخلي، ان الاسد قلبه لما بيتقفل انتهى الكلام. عارف انك الشخص المناسب ليا، امال انت ليه بعدت؟ محتاجه اكلمك بس مش عارف الكلام المناسب. عيب والله لسه قايله كده دلوقتي. نفسي في بدايه جديده معاك. اولا هنا في طاقه حيره من الشخص ده، وشايف ان انت صعب التواصل معاك الفتره دي، وهنا نفسه يكلمك. فالشخص ده ندمان جدا جدا على طاقته ليك يا اسد، و... وانت شايف ان ده مش ده شويه. انت شايف ان اللي انت فيه حاليا دلوقتي، انت بتقولي لا مش ده اللي يرضيني برضك يا جوجو. انا عايزه يرجع ويعترف بده قدامي، مش مجرد احساس. طيب رسالتك ايه يا اسد هنا؟ بسم الله. توقيت الالهي. واو، كل حاجه ليها توقيت الهي معاك يا اسد، وانت عارف ان حياتك ماشيه بالتوقيت الالهي. كل حاجه انت عارف كويس قوي ان هي بتجيلك في الوقت المناسب، بس انت اوقات بتبقى مستعجل على حاجه وبتحس ان هي بتتاخر عليك، بس للاسف تاخيرها عليك بيبقى خير ليك على فكره. وهنا التوقيت اللي بيقول لك هيجي لك كل حاجه بس في التوقيت اللي ربنا كاتبه لك. ما تستعجلش يا اسد، وما تملش وما تبطلش سعي لو سمحت، لان انت عندك تحقيق حاجه قريب قوي. طيب هنا الملائكه رايها ايه ليك في طاقتك العاطفيه؟ بسم الله. يلا هسحب كارت. بسم الله. حوار من قلب، لا ناقش مشاعرك مع الاخر بامانه وصدق. الملائكه بتقول لك افتح قلبك. لو جالك حوار او جالك كلام من شخص او شخص عايز يتحاور معاك، افتح قلبك واتكلم. وهنا ده اشاره لاول ما اتكلمت معاك يا اسد وقلت لك انت جواك كلام مقفول عليه قلبك. هنا الملائكه بتقول لك افتح قلبك بقى الفتره اللي جايه، هو هيرجع لك. وافتح وقول اللي نفسك فيه، وما تكتمش حاجه جواك يا اسد، لان فيه عوده هنا. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.